طاجن قرمش بصوص العسل وزبدة الفول السوداني أو البينت باتر. أكلة كتير طيبة، تعالوا نحضرها سوا. جبت كيلو دجاج فخاد وقطعتهم، ضفت لهم كوب طحين وكوب نشا ومعلقة صغيرة بكربونات الصوديوم وكوب مي باردة وحركتهم كتير منيح لحتى وصلنا لهالقوام. حطيتهم على جنب ليرتاحوا. الصوص بزبدية حطيت 3 معالق كبار عسل، نص كوب صويا صوص، معلقتين صغار سكر أبيض، معلقتين صغار سكر بني، و3 معالق كبار بينت باتر أو زبدة الفول السوداني، وحركتهم لامتزجوا منيح. ربع معلقة صغيرة زنجبيل مهروس، معلقة صغيرة ملح. وهلا خلينا نقلي الدجاج. قليتهم بزيت غزير تستووا. لتحضير الخضار قطعت البصل باستخدام هي الآلة، طلع حجم القطع متساوية، وكمان قطعت الفلفلة. هون استخدمت الفلفلة الخضراء والفلفلة الحمراء، فيكم تعملوها بدون خضار وهذا الشيء اختياري. نطبق الأكلة تلوك أو طنجرة غميقة. حطيت 4 معالق كبار من الزيت، قليت الخضار لحتى بلشوا يتبلوا، ضفت لهم نص قالب من الزبدة وقلبتهم لحتى دابت الزبدة. حطيت الصوص ووقت غلا وسمك شوي ضفت الدجاج، خليتهم 5 دقايق على النار وبعدين سكبتهم. وللتقديم زينتهم بالسمسم المحمص والبصل الأخضر. أتمنى تكون عجبتكم، بحبكم كتير. يلا باي.